يحدث من رئيس من قبل، وتحدث عن حبه للمصريين المسيحيين واحتياجه لأن يكون جميع المصريين يدا واحدة. هذه حرب صليبية على الإسلام ومعركة مصيرية بين الكفر والإيمان، فمن فاتته هذه الحرب فاتته فرصة العمر. يتساءل جولدا جولدنبرغ في مقاله: هل السيسي هو مارتن لوثر الذي انتظرناه؟ ويجيب بالطبع: لا، فهذه فكرة غربية، والحقيقة أن الإصلاح في الإسلام يحتاج لأكثر من مارتن. وينبه إلى أن السيسي هو رجل عسكري وليس ديني. يمكن أن يكون أتاتورك مصري مثل أتاتورك الذي طور تركيا منذ قرن وقادها للحداثة بأفعال عظيمة يحاول أن يدمرها الآن أردوغان الإسلامي. ثم يؤكد: الواضح أن السيسي يقوم بما لم يقم به الغرب من ضرورة الإصلاح الديني الجذري، رغم أن الغرب ينادي بذلك منذ 11 من سبتمبر. السيسي يقوم بإصلاح من الداخل وليس من الخارج، لكن الإعلام يتجاهل ذلك. فبينما تحدث المعلقون في PG ميديا عن ذلك، تجاهلت نيويورك تايمز وواشنطن بوست خطابه، ربما لأنه جاء في احتفالات رأس السنة، حيث الإعلاميون سكارى وغارقون في متابعة أحداث الفوتبول بعيدا عن أهم الأحداث العالمية. نفس المعنى نجده في موقع واشنطن فري بيكون، حيث يقول تقريره في 4 من يناير: في خطاب رأس السنة، أي في احتفالية المولد النبوي، طالب السيسي بثورة دينية في الإسلام تنزع الجهاد العنيف من قلب الإسلام، فمن المستحيل أن يقتل المسلمون بقية سكان الأرض بسبب هذه الأفكار التي لا تعبر عن حقيقة الدين الإسلامي. وطالب السيسي المؤسسة الدينية بأن تقود تطوير الخطاب الديني، مخاطبا شيخ الأزهر مرات ومرات بقوله: أنتم مسؤولون أمام الله. السيسي الذي اختاره الإخوان لأنه متدين هو الذي أنقذ مصر منهم وطردهم من الحكم، ثم فاز باكتساح في الانتخابات الرئاسية. ومنذ توليه وهو يركز على مواجهة التطرف في الأمة الإسلامية كلها. اتجهت أنظارنا في مجلس شورى المجاهدين صوب الحدود المصرية مع فلسطين المحتلة، فالمجاهدون ليس في قاموسهم شيء اسمه حدود سوى حدود الله تعالى. وتتوالى اهتمامات الإعلام الغربي بخطوات الرئيس السيسي في مواجهة التطرف ومقارنتها بمواقف أوباما وقادة الغرب مثل هولاند، وكلها تؤكد أن السيسي يواجه بشجاعة خطر التطرف بدون مواربة أو تحايل. وربما لهذا طالب موقع PG ميديا الأمريكي بضرورة حصول الرئيس المصري على جائزة نوبل في السلام. الموقع الذي كان أول موقع ينبه العالم إلى خطاب الرئيس في الأزهر يؤكد في عنوان عميق: السيسي أحق من أوباما بجائزة نوبل للسلام، واصفا كلمات الرئيس في الأزهر والكاتدرائية بالتاريخية، مضيفا أن الرئيس الأمريكي باراك أوباما حصل على جائزة نوبل للسلام لمجرد انتخابه كرئيس لأمريكا، لكن الرئيس السيسي حقق إنجازات حقيقية على طريق السلام أهم كثيرا مما أنجزه أوباما. فالسيسي يواجه بينما أوباما يتحايل ويتجمل. تستمر المقارنة بين الرئيس السيسي وبين الرئيس أوباما وغيره من قادة الغرب، وفي هذه المقاطع شهادة واضحة بأن الإعلام الغربي أدرك أن السيسي والسيسي وحده من بين قادة العالم هو الذي يواجه الإرهاب ويتحمل وحده ثمن المواجهة.